أنا متجوزة من 7 سنين، وجوزي كان حكالي من أول ما اتجوزنا عن كل البنات اللي كان يعرفهم، واللي من ضمنهم بنت خالته اللي كان بيحبها وهو صغير، بس لما كبروا كل واحد شاف حياته والموضوع ده اتنسى، ودلوقتي هو متجوزني أنا ومفيش غيري في حياته. فالنهاردة كنا رايحين مشوار أنا وجوزي، ولقيته بيقول لي إن أمه وخالته جايين معانا، ومش كده وبس، لا ده بنت خالته كمان هتيجي. قلت له مفيش مشكلة، وشوية كده جوزي نزل يجيب العربية عشان نتحرك. المشكلة بقى إن أول ما نزلت ورايحة أركب جنب جوزي، لقيت بنت خالته العقربة سبقتني وراحت قاعدة هي جنبه، وبكل بجاحة بتقول لي اقعدي معاهم ورا. حسيت ساعتها إني عايزة أجيبها من شعرها وأرميها في شنطة العربية، بس مسكت نفسي وقلت لهم أنا نسيت تليفوني فوق، هطلع أجيبه. بس تخيل تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. وطلعت البيت أبعت لجوزي رسالة على تليفونه، قلت له لو نزلت لقيت بنت خالتك لسه قاعدة قدام، مش هخليك تشوف يوم كويس، أو يمكن أخليك ما تعرفش تشوف تاني أصلا. ولما نزلت لهم تحت لقيت جوزي نازل من العربية وبيقول لي خدي المفتاح وروحي انتي وصليهم، أنا تعبان وهطلع أنام. ويا عيني على المطبات اللي كنت باكلها وأنا سايقة بالعربية عشان أخلي بنت خالته تلزق في السقف، وفي الآخر رجعت تقعد جنب أمها زي فردة الشراب.